المهم اسمعوا الهرجة. أقول لكم كنت مخلفة إلين لسه عمرها 6 شهور، أوكي؟ وكان وزني كان وزني 80 ولا 85. كان وزني 85 يا جماعة، 85. يوه لما ولدت إلين، لما كنت في الشهر التاسع كان وزني 80، أوكي؟ بعدين لما ولدتها خسيت تقريبا، صرت 75. بعدين لما كنت أرضعها، طبعا إلين كانت ترضع 100% حليب، ما كانت تشرب أي شيء تاني غير الحليب لين ما صار عمرها تقريبا سنة. فلما كنت أرضع إلين مرة كنت أشتهي حلا شوكولاتات، يعني كنت أصحى بعز الليل وكان جنبي صحن شوكولاتات أقعد آكل فيه. تخيلوا وأنا لسه يعني أصحى بس عشان آكل شوكولاتة وأرجع أنام. تخيلوا من كتر كان عندي إدمان للحالي، شيء يعني مو طبيعي. المهم كنت أفتكر أجيب الصامول وأحط فيه اللون، أقول لكم أجيب الصامول وأحط فيه اللوتس ونوتيلا وآكل ومدري إيش وحلويات ومطاعم وكذا. المهم صار وزني 85. بعدين قلت لا خلاص enough is enough، لازم أنحف، لازم أسترد جسمي زي ما كان. هذا الحمل خرب جسمي ومدري، على الرغم إنه هو الحمل ما خرب جسمي كثير، يعني لو تحسبوها تقريبا كنت زدت 15 كيلو. كان وزني قبل ما أحمل 60، بعدين صار 85، يعني 25 كيلو. المهم نزلت يا جماعة، قررت إنه خلاص أمسك نفسي وقاعد أسوي رجيم ورياضة ودايت وكل شيء. في البداية كان النزول مرة سهل. ليش؟ لأنه يكون الجسم فيه الأملاح ومويات والدهون بتنزل بأسرع، يعني كل ما تقربوا لوزنك المثالي كل ما يصير النزول أبطأ وأسوأ وأصعب. المهم نزلت تقريبا خلال 3 شهور 15 كيلو، كان باقي لي 10 كيلو. كنت مرة مبسوطة. النظام حتسألوني، كنت أسوي كل أنواع الرجيمات، يعني كنت أجيب كل شوية رجيم مختلف من النت وأسويه، ما بشي محدد. رياضة أفتكر إني ما أفتكر إني كنت أسوي رياضة. كنت أمشي، يمكن كنت أمشي بس تحت البيت، بس أغلبه كان إني أرضع إلين. وهذا الشيء كمان ساعدني إني أفقد وزن، لأنه الرضاعة تخسركم 500 سعرة في اليوم. يعني لما ترضعوا طفلكم كأنكم سويتوا تمرين وخسرتوا فيه 500 سعرة. تخيلوا قديش يعني الرضاعة كمان مرة كويسة للأم، مو بس للطفل. أنا ما كنت أرضع إلين وقطعت الشوكولاتات وهذه الأشياء، أو ما كانت فترة مرة صعبة. المهم بعدين صار وزني 70، كان باقي لي خلاص 10 كيلو أوصل 60. بدأ النزول يصير أصعب وأبطأ. يعني أفتكر أول 15 كيلو يمكن في شهرين 3 شهور ما أفتكر، بس 10 كيلو قعدت عليها 4 أو 5 شهور عشان أنزلها، لين ما وصل وزني تقريبا ل 65 أو 64. يعني تخيلوا باقي لي بس 4 كيلو. مرة حلو، يعني منزلة 21 كيلو، واو. بس أنا كده على النت إنه لا، 4 كيلو هذه مضايقتني، لازم أنزلها بأي طريقة. المهم قررت إني أسوي رجيم اللي هو مدته 8 أيام. هذا من اختراعي الشخصي، وهذا الرجيم سويته على فكرة في قناتي قريب لسه. الرجيم هو إنه كل يوم تاكلي شيء معين. يعني مثلا كيف أقول لكم، يعني مثلا يوم تاكلي خيار، أوكي، اليوم الثاني تاكلي جزر، اليوم الثالث تمر، اليوم الرابع تفاح مثلا، بطيخ وكذا. مدة 8 أيام سويتهم، وكنت كل مرة أوقف على الميزان وأشوف نزلت ولا لا. طبعا وقتها يا جماعة كان عندي الميتابوليزم أو الأيض مرة فنان. كنت ما أسوي رجيم ثاني يوم أنا ألاقي نفسي نازلة كيلو. يعني تخيلوا هذا الرجيم في 8 أيام نزلت عليه 4 كيلو في 8 أيام. يعني يصير كم في كل يوم؟ نص كيلو كل يوم، كل ما أوقف على الميزان نص كيلو نص كيلو. هذا أعطاني تحفيز مرة خيالي، مرة خيالي. فبعد كذا طبعا خلاص وصلت لوزني المثالي، كنت مرة مبسوطة. خلال 8 أيام وصلت لوزني المثالي. كانت الفرحة مو ساعتني يا جماعة. كنت أوقف وأتصور وألبس الجنسات. أفتكر عندي صورة كنت ماسكة الجينز اللي كنت ألبسه قبل ما أحمل بإلين، قصدي بعد ما ولدت بإلين كنت أمسك الجينز يعني كذا، أحاول أبعد عشان أوريكم قدي كذا. كنت أمسكه بكثر ما كنت يعني. المهم وبعدين وانا واقفه كذا انه اشوفوا كيف انا كنت البس، ايش كنت البس، والحين ايش صرت البس. كنت مره مبسوطه. كانت من احلى ايام حياتي صراحه. الثقه زادت عندي كذا. تحسوا انه اي لبس لما تفتحوا الدولاب اي لبس يجي عليكم كويس، يجي حلو، لانه خلاص ما في اشياء مضايقتكم، مثلا زنود، افخاذ، مثلا يد، الذراع
كذا، فيكون أي لبس تلبسيه يكون شكله مرة حلو على الجسم. كنت مرة مبسوطة يا جماعة، كان من أفضل الإنجازات اللي عملتها في حياتي إني خسرت 25 كيلو، تخيلوا. وبعد كذا ما شاء الله قدرت أحافظ على الوزن هذا، يعني ما تقولوا إنه والله سمنت وكذا، كان عندي الإيض خيالي مو زي الآن. يعني تخيلوا هذا الرجيم اللي خسرت فيه 8 كيلو في 4 أيام، لا قصدي في 4 كيلو في 8 أيام، سويته 4 مرات خلال 4 سنوات الأخيرة يا جماعة. يمكن نزلت عليه مرة كيلوين، مرة كيلو، مرة ما نزلت ولا شيء بس زدت، تخيلوا. فما أدري إيش يعني وضع جسمي غريب عجيب، ما أدري إيش وضع. فعشان كذا اتحطمت كذا من الرجيمات هذه، لأنه في أيام كنت أجوع نفسي ما آكل ولا شيء، بس أشرب موية وأوقف على الميزان ثاني يوم ألاقي نفسي زايدة، تخيلوا. أنا أعرف إنه هذا الرجيم غلط وكذا، بس لو الإنسان ما ياكل ولا شيء بس يشرب مويه، يعني طبيعي انه ينزل، صح ولا لا؟ اقل شيء انه ينزل 100 جرام مو يزيد. انا كنت ازيد، جسمي مو طبيعي، يعني هو مستعد يخزن الدهون. فجسمي ما شاء الله يعني الدهون هلا والله هلا تفضلي، ما حتروحي مكان، خلاص علقانة في الجسم. بس لما بنزل هذه الدهون اجوع، اسوي رياضة، اركض واصوم كل شيء، والجسم ما شاء الله محتفظ بهذه الدهون كأنها ما أدري. المهم فبعد ما نزلت وزني مثالي كذا عدت تقريبا كذا شهر، وافتكر نزلت 5 كيلو وما رضيت تنزل معي أبدا. يعني زي ما قلت لك جربت هذا يعني كذا جسمي يمر بتقلبات، أحيانا ينزل وزن أحيانا لا، يعني عجيب غريب. المهم هذيك الفترة ما كان راضي ينزل وزن، ما أدري ليش. فلقيت مرة منتج في السناب كلهم يتكلموا عليه، هي حبوب التخسيس. كل ما أفتح فاشينيستا تتكلم على هذه الحبوب. أنا خسيت عليها وهي فنانة ممتازة وهذه أنصحكم ومرخصة ومدري. فخلاص يعني فتحس إنه حتى الشيء لما ما يكون في بالكم بس إنكم تفتحوا السوشيال ميديا وتشوفوا الكل يتكلم عنه يصير نفسكم فيه، يعني حتى لو مو في بالكم أبدا أو ما كنتوا تفكروا فيه. فهذه يعني هذه الإعلانات اللي كانوا ماسكين إعلانات هذه الحبوب كانوا فنانين، ما خلوا فاشينيستا ما تكلمت عن هذه الحبوب، مو هذه ليش أشير على هذه. المهم فأنا خلاص إنه بديت أقول الحين لين أتعب نفسي قاعدة ما أكل شيء وما أدري، وفي حبوب تخسس وكذا أشربها وشهيتي تنسد وما أحس بالجوع، أكون مبسوطة وفرحانة وصلى الله وبارك. قلت خلاص خليني أطلبها. أفتكر كان يعني سعرها أبدا مو رخيص، كان غالي جدا سعرها، لكن قلت لا خليني أطلبها خلاص. كان على حساب في الانستغرام، أفتكر لما دخلت الانستغرام كان عندهم تقريبا فوق 300 ألف فولورز، يعني رقم مرة كويس. المهم لكن الكومنتات اللي عندهم 5 4، تخيلوا. يعني ما أدري هم شكلهم الفولورز اللي عندهم كانوا فيك، وما في تعليقات واللايكات مرة قليلة. بس هذا الشيء إنه قلت أوكي عادي. بعدين لاحظت شيء كمان في إنه مثلا أقرأ تعليق سيء، بعد كم ساعة أرجع ألاقيهم ماسحين التعليق هذا اللي مثلا واحدة تذم على الدواء هذا. وكل الانستغرام تجارب، والله اني خسيت، ويصوروا لكم الميزان قبل وبعد، ومحادثات الواتساب انا خسيت وهذا احلى دواء ومدري هذا افضل منتج انا استخدمته، خس 25 كيلو واللي 30 واللي 100. انا خلاص قلت واو هذا شكله شيء سحري. المهم طلبت هذا الدواء هذا تخسيس، وصلني علبة كذا. اول شيء انصدمت منه لما وصلني يا جماعة، طبعا الدواء لما يجي من شركة محترمة يكون في باركود، في تحسوا شركة مصنعة الدواء. هذا كان ايش؟ تخيلوا رقم، تخيلوا يا جماعة حاطين رقم للاستفسار والتواصل، وحاطين حسابهم في سناب شات في الانستغرام، تخيلوا على الدواء نفسه. يعني اللصقة هذه ما ادري هم شايلينها او الدواء هم بنفسهم يصنعوه، شكلهم كانوا هم يصنعوه وحاطين اللصقة وكاتبين على الانستغرام حقهم والرقم وكل شيء، ومكتوب حبوب تخسيس بالانجليزي، ومكونات مكتوبة كمان تقريبا مكونين او 3. المهم وصلتني العلبة قعدت اقرا، فطلبت عن طريق الواتساب. طبعا هي قالت لي كيف تشربيها، تقريبا حبتين في اليوم، واحدة الصباح واحدة في الليل. أخذت أول حبة وأنا مبسوطة، طبعا شاهدت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت أقرأ عنها في الجوجل يا جماعة، بس اللي قعدت أقرأ عنه أشياء كويسة. شربت الحبة
يا جماعة والله يمكن مرت نص ساعة بس، أحس خلاص حيغمى علي، قلبي دق 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 كذا، نبضات القلب أسمعها، تخيلوا من كثر ما كانت قوية أحس قلبي حينزل من مكانه. بعدين حسيت بدوخة خيالية، حسيت إنه ضغطي نزل نزول مو طبيعي. على طول رحت انسدحت في السرير وما قدرت اسوي ولا شيء. وكمان صح والله الان ذكرت، تعرفون السالفه صار لها اكثر من 5 سنوات. حسيت انه بعد ما اخذت الحبه جاب بنص ساعه انه ايش يسموه بالعربي هذه، السعابيل هذه كلها نشفت. يعني لما تبلعوا تحسوا هنا ناشف يتقطع، ما في لعاب، ما في ابدا، ما ادري هي زي تمتص، ما ادري ايش سوت. فكنت هنا يعورني لما يعني ما في لعاب ابدا. المهم على طول رحت راسلت الواتساب هذا اللي اخذت من عندهم، قلت لهم انا عندي الاعراض كذا وكذا كذا، احس اني مو كويسه، الحبوب ما ادري ايش فيها. صح مع الحبوب كمان مكتوب انه لازم تكثروا تشربوا مويه، لازم، فشكلها فيها شيء مره سلبي لدرجه انكم لازم تشربوا مويه كثير عشان يعوض جسمكم. المهم كلمتهم على الواتساب قلت لهم انا اعراضي كذا كذا، احس انه مره الحبه ما ناسبتني، يعني يمكن انا شربتها غلط، يمكن اعطوني يعني ايش. تخيلوا ما ردوا علي الا بعد 5 ايام، اقعد ارسلها علامه استفهام، ارسلها نقطه، ارسلها سؤال مره ثانيه وثالثه ورابعه، ومطنشين يعني اشوفهم متصل الان وما يردوا، وانا اقول اوه ماي جاد ايش صاير. فوقتها بديت اشك انه المنتج ارسلوا لي اياه، يعني خلاص اخذت حبه وما اخذت الثاني ابدا. يعني قعدت بعدين تعمقت، دخلت في الجوجل وقعدت اقرا اشياء، اوف، اللي جت لها جلطه، واللي جت لها سكته، واللي ترقدت في المستشفى، واللي ضغطها نزل، يعني اشياء كوابيس يا جماعه. انا اوه ماي جاد شيء انهيار. وهذيك ترد علي بعد ما قريت هذه الاشياء، بعد ما قريت هذيك الاشياء كلها سلبيه، تقول لي حبيبتي سوري معلش، بس يمكن انت لانه اول مره تشربيها يصير لك هذه ردة فعل، يعني اكيد حتتعودي عليها. تخيلوا تبغاني اشرب علبه كامله كمان، تخيلوا الوقاحه. جيت انا والله قعدت اقول ايش قله الادب هذا اللي ما تستحي، انت ما تخافي الله، قاعد تبيعي اشياء ممكن يعني تموت الواحد، انتم مو مرخصين انتم. المهم كرهت الفاشينيستات كلهم اللي اعلنوا عن هذه الحبوب يا جماعه، لانه هذا الشيء انتم لما تتكلموا عن شيء اقل شيء انتم مو جربوا، بس تتاكدوا انه شيء كويس، انه مصدره موثوق، انه من جد. يعني تخيلوا مو انا الوحده اللي صارت لي هذه الاعراض، مليون وحده صارت لها. وعرفت ليش هم في الانستغرام كانوا يحذفوا التعليقات، لانه كان الناس يشتكوا عليهم، فهم كانوا يحذفوا ويحضروا الشخص اللي يعني يكتب اشياء مو كويسه عنهم. وعرفت ليش كانت تعليقاتهم توصل ل4 واللايكات مره قليله، لانهم فيك، كل شيء فيك. فيا جماعه اي شيء تشوفوه، اي احد يعلن ان شاء الله احد مره يعني تقولوا هذا الشخص مستحيل يعلن عن شيء مو كويس، لا تصدقوا اي شيء ينعرض لكم وشيء يعني يقولوا انه كويس، لانه الحين صار كثير الناس همهم بس انه ياخذوا فلوس الاعلان، وما يهمهم المنتج هل هو كويس ولا لا، هل هو مناسب، هل هو من جد مرخص. تخيلوا كذا واحدة، والله العظيم في واحدة اخصائية رياضة وتغذية كانت تتكلم عن هذا المنتج وتقول انه انا وامي وجدتي ومدري مين جربنا هذا الدواء ومره كويس وفادنا وكذا. تخيلوا اخصائيه رياضه، يعني هي المفروض اكثر شخص انه بالعكس مره تحذر من هذا الدواء. افتكر انا من كثر ما كنت مقهوره رحت عند هذول الفاشينيستات وكتبت لهم رسائل، قعدت اقول انتوا والله ما تخافوا والله بس همكم الفلوس ومدري، بس لحد اليوم ما فتحوا الرساله. المهم يا جماعه هذا كان حكاوينا لليله، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معايا. وبس نصيحة أخيرة، مو أي شيء تشوفوه في النت تشتروه، مو شرط حتى يكون دواء، أي شيء منتج مكياج أي شيء، ترى مو شرط إنه يكون شيء كويس. يعني دائما أنتوا سووا أبحاثكم، لأن الحين صار في كثير ناس ما يخاف الله، صار كثير ناس همهم بس يقبضوا فلوس الإعلان وما همهم المنتج هل هو كويس أو لا. وخاصة لما شيء زي كذا يعني منتجات أو أدوية أو شيء يدخل جسمكم، بشرة اوكي ممكن نقول اوكي ما في مشكلة، بس الجسم يا جماعة، الجسم هذا أهم شيء نملكه، لازم نحافظ عليه. عشان كذا قررت إني ما أصور لكم
الدواء هذا لأنه أنا صورته بس هو كان مقلوب، ما أتوقع أنكم حتعرفوه. خلوني أجربه وأشوف كيف كويس ولا لا، وهل جاب معي نتيجة ولا لا، عشان ما أبغى أتحمل مسؤولية أحد أو إذا صار لأحد شيء. وبس والله أحبكم كثير وتصبحوا على خير، وإن شاء الله أشوفكم على خير.